السلام عليكم. اليوم غندير معكم هاد الغريبه كتجي لذيذه وهشيشه بالكنافه والعسل. عندي ربعه ديال الزبده مارغرين وساشي ديال فاني مع كاس مع عامر ديال السكر سنيده. كنخدموهم مزيان، من بعد كنضيف كاس ديال الزيت شويه بشويه، وانا كنخدم ديك الزبده مزيان. وقبيصه ديال الملحه راه نسيت ما ذكرتهاش في الاول. من بعد ما كنخدموا ديك الزيت مع السكر والزبده مزيان على هذا الشكل. وفي هذه المرحله عاد كنضيفوا 3 ديال البيضات. فيما كنضيفوا شي مكون كنحاولوا نمزجوه مزيان مع المكونات الاخرى. غنزيد واحد الفلون ديال الكراميل اللي كيكون مستوس مع نصف كاس ديال كوك محمر. وفي الاخير كنضيفوا دقيق الفورس شويه بشويه مع الساشي ديال الخماره. صافي كنحاولوا نجمعوا ديك العجينه ما تكونش كتلصق وما تكونش قاصحه. خدات لي انا 450 غرام ديال الدقيق. الفران كيكون سخون من قبل، يعني كنخليوه شاعل وحنا خدامين. صافي كنكورو كويرات كنستفوهم في الطاوه وكندخلوهم الفران غير بالتحت تبان لينا تحمرات. نهبطوا الطاوه لتحت باش يتحمر لينا الوجه. هنايا عندي العسل دافي والكنافه محمره. كنرمي دوك الحبات في العسل. صافي كنصفيو دوك الحبات من العسل وكناخذوهم وحده بوحده كيف ما كيبان لكم، وكنرميوهم في الكنافه وكنحاولوا نفندوهم مزيان. هاد الغريبه راه كتجي لذيذه بزاف ومذاقها كيكون مختلف بداك الكوك اللي كيكون محمر. وكنتمنى تجربوها وتخليوها ليا في لي كومونتير. صافي كنبقاو على نفس الكيفيه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. وهكا كيجي الشكل ديالها. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.